السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده هنعمل مع بعض الدوناتس، وهقول لكم على الطريقه والمقادير اللي تخليه ناجح معاكم من اول مره من مطبخنا، مطبخ اميره ومروه. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل فيديو بنزله، ويا ريت تتابعوا الفيديو لاخره علشان بجد هتستفادوا منه كتير. المقادير عباره عن 4 كوبايات دقيق وزنهم 600 جرام، 170 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ، كوباية لبن وزنها 200 جرام، رشة ملح، معلقتين كبار لبن بودر، معلقة كبيرة بيكنج بودر، معلقة كبيرة سكر، وبيضتين 2، وكيس فانيليا، وكيس خميرة. كل ده ان شاء الله هكتبه لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو بالكوب وبالجرام كمان. تمام. هنسمي الله وهبدأ اضيف المكونات الجافة على بعض: اللبن البودر والبيكنج بودر والسكر ورشة الملح، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وده كيس خميرة دريم وزنه 15 جرام، هضيفه على الدقيق وهقلبه كويس جدا. رأيي في خميرة دريم انها ممتازة وعن تجربة كتير جدا يا جماعة، من انواع الخميرة الممتازة. هضيف كيس فانيليا على البيض وهقلبهم كويس جدا مع بعض علشان تضيع ريحة الزفارة اللي في البيض، ولو عندك فانيليا سايلة ممكن تضيفي منها معلقة صغيرة على البيض. تمام. هقلب البيض كويس جدا مع باقي المكونات. ودلوقتي هضيف اللبن. اللبن لازم يكون دافي، لو هو سخن قوي هيموت الخميرة، ولو ساقع من التلاجة هيأخر عملية التخمير. لازم ومهم جدا اللبن يكون دافي. انا عجنت العجينة دي بكوباية لبن زي ما انتوا شايفين كده، وضفت عليها كمان ربع كوباية. انتوا ممكن تعجنوا بكوباية واحدة، ولو احتجتوا تضيفوا كمان ربع كوباية مفيش مشكلة، علشان بس الدقيق بيختلف من نوع لنوع. ودلوقتي بضيف الزبدة، والزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، وهفضل اعجن في العجينة لمدة ربع ساعة. انا عايزة العجينة تكون ناعمة جدا وما بتقطعش علشان تديني نتيجة كويسة جدا للدوناتس، هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. بالظبط كده، عجينة ناعمة جدا وطرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايديا. هغطيها وهسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. خلاص العجينة خمرت وبقت جاهزة معايا. هرش رشة خفيفة جدا من الدقيق على الرخامة كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالعجينة كلها مرة واحدة. الاول هبدأ افردها بايديا. تمام. وهكمل فرد العجينة بالنشابة. انا عايزة افرد العجينة بشكل متساوي، مش عايزة يكون فيها جزء تخين وجزء رفيع. انا عايزة يكون العجينة كلها سوا واحد، وهفردها بسمك نص سنتي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ودي قطعة الدوناتس العادية، هبدأ اقطع بيها. ولو مش متاح قطعة الدوناتس ممكن نقطع بكوباية شاي، مفيش اي مشكلة. تمام. او ممكن نقطع بالقطاعة دي. حلو الحجم ده، ممكن اقطع بيه. وهقطع الجزء اللي في النص بالقمع بتاع الكريمة. تمام. دي اللي انا قطعتها بالقطاعة العادية، ودي اللي قطعتها بقطعة الدوناتس. ومحضرة هنا ورق زبدة قطعته مربعات صغيرة على قد الدوناتس علشان لما اجي احمر الدوناتس ما بوظش شكلها. وهكمل تقطيع بقطعة الدوناتس. انا شايفة حجمها مناسب جدا، في قطعات حجمها كبير لكن دي حجمها صغير بصراحة، بتطلع معايا كمية كويسة جدا، هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. تمام. يعني لو ما عندكيش قطعة دوناتس وعايزة تجيبي قطعة دي، يفضل تجيبيها حجمها صغير زي دي. وده الدوناتس المقفول قطعته بالقطعة العادية، او ممكن تقطعوه بكوباية شاي مفيش مشكلة. وده سمكه. تمام. هفضل الم في بواقي العجينة وافرد فيها لحد ما اخد منها اخر قطعة. بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. معايا هنا 200 جرام شوكولاتة بني و200 جرام شوكولاتة بيضة. هكسر مكعبات الشوكولاتة كده علشان تدوب معايا بسرعة على البخار. تمام. الشوكولاتة دي نوعها شوكولاتة دريم، رأيي فيها انها ممتازة، وشوكولاتة جولدن باك طبعا من الانواع الممتازة برضو. تمام. وهنا معايا كسرولة نصها مية بتغلي على النار، هحط عليها بولة. اهم حاجة المية ما تكونش ملامسة للبولة علشان الشوكولاتة ما تتلسعش. هبدأ انزل بالشوكولاتة في البولة كده، وعلى طول هشيلها من على النار وهسيب الشوكولاتة لحد ما تدوب تماما على البخار اللي طالع من المية، يعني مش هسيبها على النار. تمام. هنبدأ نحمر الدوناتس. جبت طاسة على النار فيها زيت، وهبدأ اقلب الدوناتس على ايديا بالراحة واحدة واحدة كده، وهنزل بيه في الزيت. تمام. اهم حاجة تكون النار متوسطة
لو النار عالية قوي الدونتس هياخد لون بسرعة وهيبقى لسه عجينة من جوه، ولو النار هادية قوي الدونتس هيشرب زيت. افضل حاجة تكون النار متوسطة، ويفضل يكون الدونتس لونه ذهبي كده زي ما انتوا شايفين. ما نحاولش نغمق الدونتس واحنا بنحمره علشان طعمه وريحته ما بيكونش احسن حاجة. تمام، حلو قوي اللون ده. هنكمل بنفس الطريقة. وده الدونتس المقفول، هكمل تحمير على نار متوسطة زي ما اتفقنا. يلا بقى نشوف الدونتس بعد ما اتحمر قد ايه مستوي كويس وطري جدا من جوه، مش معجن زي الاسفنج، وهو ده المطلوب. ودي شوكولاته بعد ما دوبتها على البخار هضيف لها معلقتين كبار زيت علشان اخفف قوام الشوكولاته شويه، وفي نفس الوقت الزيت بيديها لمعه حلوه قوي. اهم حاجه يكون الزيت ريحته حلوه علشان ما يغيرش طعم الشوكولاته. تمام، حلو قوي القوام ده. ودي الشوكولاته البيضاء ايضا قوامها تقيل، هضيف لها معلقتين كبار زيت. تمام، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. تمام كده قوامها مظبوط جدا. خلاص الشوكولاته بقت جاهزه معايا. هبدا اغطي الدوناتس بالشوكولاته، ومحضره جنبي صينيه فارده فيها ورقه زبده. هبدا ارص عليها الدوناتس كده زي ما انتم شايفين. طبعا كلنا بنحب الدوناتس كبار وصغيرين. عايزه اقول لكم يوم عملت الدوناتس ده تاني يوم ابني خد منه المدرسه، عجبه جدا وعجب صحابه جدا. بالف هنا والشفا لهم كلهم يا رب. طبعا ده علشان الدوناتس من الحاجات اللذيذه جدا. لو حابين تعملوا منه كميه وتشيلوها في الفريزر، بتنفع لفطار الصبح وللمدارس وللولاد ياخدوها معاهم التمرين. وزي ما انتوا شفتوا معانا كده عملناها بطريقه بسيطه جدا ومش مكلفه بالمره. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هيعجبكم جدا، واتمنى اسمع رايكم في الكومنتات عشان بجد رايكم بيفرق معايا كتير وبيسعدني جدا كمان. وده الدوناتس المقفول، غطيته بالشوكولاته كمان في كيس تلاجة عادي اهو. هبدا اخد 4 معالق من الشوكولاته. تمام، وهعمل فتحه صغيره في الكيس، وهبدا اعمل خطوط بالشوكولاته البني على الدوناتس اللي بالشوكولاته البيضاء، بيدي شكل جميل وطعم حلو قوي كمان. والعكس هعمل خطوط بالشوكولاته البيضاء على الدوناتس اللي بالشوكولاته البني، بجد بيخلي شكلها حلو قوي. وبكده يكون الدوناتس جاهز للاكل. شايفين حجمه حلو ازاي وطعمه وريحته تحفه. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لكل حبايبكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تنوروني وتشتركوا في قناتي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.